احنا جايين نتكلم عن حاجة مهمة جدا تخص ملوك المحليات. تقدر تقول كده احنا مش جايين نتكلم عن ماتش اتلعب طالعين نتكلم عليه او بطولة ضاعت جايين نطلع نقول اسباب. احنا النهارده جايين نتكلم عن اختفاء تدريجي لهوية الكرة المصرية. عشان كده بقول لك دي تهم ملوك المحليات. ازاي الدوري بتاعنا اتقلب من مجرد دوري ليه أندية ليها اصل وليها شعب يعني لدوري بيتحكم فيه جيب المستثمر الخاص. فيا سيدي يعني كوباية شاي لذيذة منك كده وتعالى نشوف الحكاية دي بتقول ايه. ازاي يا سيدي اتقلب حال الكرة المصرية بتاعتنا؟ في البداية كده الدوري بتاعنا ده اتعمل او بدأ في الاربعينات بفرق ليها اصل وجذور، يعني كان ليها زي الاهلي والزمالك كده شعب كل الناس بتحبهم، وفي اندية في زي اسكندرية في الاتحاد السكندري، وفي الاولمبي رام، وفي بورسعيد النادي المصري. فعندك كان في ناس بتحب الاندية دي بجد. ولكن بقى دلوقتي لا، بقى الموضوع مختلف. الموضوع دلوقتي بقى معتمد على الفلوس. هقول لك في البدايه يا سيدي في الاربعينات بتاعتنا زي ما الدوري ابتدى زي ما قلت لك، كانت الجماهير دي هي البنك الحقيقي للفرق دي. يعني مصدر دخل الفرق كان بيبقى معتمد على تذاكر الماتشات اللي بيحضرها الجماهير يا اما اشتراكات اعضاء النادي. ده كان مصدر الدخل. لكن الانديه دي كانت عايشه على يعني دي كانت فتات فلوس مش فلوس. يعني ما تقدرش ان انت تقوم بيها نادي وتقعد تدفع مصاريف، هيبقى الوضع ايه مأزم جدا معاك. طيب حقوق بس الحقوق دي يعني تلفزيون الدوله كان كابس على انديه، الانديه دي كان كابس على نفسها، ما كانش بيخلوهم يشوفوا حرفيا جنيه. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي انديه ما تقدرش تقف في منافسه مع نادي معاه فلوس. الانديه دي الانديه الجماهيريه، كما على الانديه الجماهيريه اللي وقعت زي النادي المنصوره. عندك يعني نادي المنصوره والاولمبي اللي وقعوا تحت ما بيطلعوش تاني. تفتكر ليه؟ هل دي لهم حقوق بس؟ يعني قول لي كده على قناه بتذيع دوري المحترفين. فانا عشان كده بقول لك يعني في حاجه حصلت كده ايه يعني. نخش على حاجه تانية، غزو انديه الشركات. انديه الشركات يا سيدي طلعت معانا في الثمانينات والتسعينات، وبدات بالانديه بتاعت تبع الحكومه زي انبي وزي المقاولين، ودي كانت مصدر فلوسها معروفه ومصاريفها معروفه. لكن هو كانديه اتعملت يعني ايه كفسحه للعمال فيه مش اكتر. ولكن الخطر الحقيقي ظهر لما دخل الاستثمار الخاص. بقى في شركات استثماريه خاصه زي زد زي سيراميكا وزي بيراميدز. فهو ده كان الخطر الحقيقي اللي بيمثل ضغط على دوري وعلى الانديه اللي مش قادره تنافس. انت دلوقتي الاستثمار الخاص ده عمل ايه؟ اقول لك دلوقتي في لعيب ظهر له ماتشين ورا بعض وسجل له كام جول في ماتشين، الدنيا كلها هتبدا بص مين ده. فانديه زي بيراميدز او زي سيراميكا او زي زد بكام ده، وفي نفس الوقت يكون داخل مع مثلا نادي الزمالك نادي الاتحاد نادي الاهلي. هيقول لك النادي ده دلوقتي لما يشوف ان في انديه كتير عايزه تعرف اللاعب ده بكام، فيبدا يقول لك يعني مثلا سعره يعني 20 مليون مثلا. يقول لك لا النادي طبعا هيزود. هيقول لك لا، وحقه يستفيد طبعا، انت عايز تبيع لاعب تستفيد فيه. فيكون يقول لك مثلا ب 30 مليون. فالنادي الاهلي او الزمالك او الاتحاد او اي نادي غير استثماري خاص هيخش يقول لك ماشي هو ب 30 هندفع ال 30 او نبدا نفاصل في شويه فلوس يعني. لما طبعا نادي استثماري خاص هيعمل ايه؟ هيقول لك ب 30 خد 50 ونخلص. يعني حرفيا سقف الرواتب ده غير الراتب اللي هياخده، سقف الرواتب فلوس الصفقات كل ده قتلت المنافسه. يعني الانديه اللي مش هتقدر تجاري كل ده هتعمل ايه؟ جاوب انت. مش هتعمل حاجه، خلاص هتنسحب من الصف. موضوع دي في انديه جماهيريه. لكن انا بقى دلوقتي هكلمك في نادي زي نادي الدوله نادي الزمالك. نادي الزمالك بما يمر به من ازمات سواء بقى اداريه او ماليه. ايه الحل بتاعه؟ هل نادي الزمالك في حل مثلا دلوقتي يثبت لك فيه ان هو مثلا عنده قدره على ان هو يحل الازمات دي كلها في لمح البصر؟ انت الزمالك عشان يقوم على رجله تاني محتاج كتير قوي، محتاج حلول كتير قوي، ومحتاج فلوس. طبعا دي فلوس مش اي فلوس، محتاج فلوس كتير جدا، يعني قرابه ال 2 مليار تقريبا. سواء انت لو هتعد بقى ايقافات القيد، انت الزمالك دخل في 10 ايقافات قيد. 10 ايقافات قيد انت عارف ده معناه ايه؟ يعني انت الزمالك داخل في اكتر من 3 4 سنين عشان يقدر يفك القيد بتاعه. طيب اللعيبه اللي شايله الفريق واللي بتفسخ عقودها دلوقتي عشان ما فيش فلوس، ما بتاخدوش فلوس، دول هيعملوا ايه؟ عندك ايه تاني؟ سحب حاجه مهمه للزمالك، يعني مورد مهم زي ارض اكتوبر، بغض النظر عن القصه بتاعتها اللي هي من 2003 معاك وانت ما عملتش فيها حتى 2% من المنشات اللي انت اتفقت عليها. مفيش الكلام ده خالص. فانت كل ده ما يسببلكش ازمات. طب هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك ايه؟ مش هيطلع لك حاجه. فانت الحل مثلا وليكن يعني تعال نتخيل او نقول ماذا يحدث اذا الزمالك بقى نادي خاص. الجماهير هتعارض طبعا. انا مستني راي جماهير الزمالك تحت في الكومنتات. الجماهير هتعارض. يعني ايه الزمالك يبقى نادي يعني ده المفروض نادي الدوله، نادي ملك
ملك الجماهير، بقى النادي بقى ملك فلان الفلاني، النادي بقى ملك فلان الفلاني مش ملك الدوله. يعني انت شايف ان دي المشكله الوحيده اللي هتقابل نادي الزمالك او هتقابل الجمهور، ان هو مش هيبقى متقبلها بسبب كده؟ طب دي حلها ايه؟ هتعرف برضو مع على مدار الحلقه. تعال نقول ايجابيات الموضوع، ايجابيات الخصخصه لو تم. انت دلوقتي نادي الزمالك بقى نادي خاص، بقى يملكه ايا كان الملك بتاعه، بقى ليك شركه كوره، بقى ليه موارد فلوس مش هتخلص وما بتخلص. يعني دلوقتي انت تقدر تقوي السكواد بتاعك، تجيب مدير فني، ممكن تعمل استاد خاص ليك كنادي الزمالك، تقدر تعمل حاجات كتير. يعني مثلا تجيب فلوس، تجيب صفقات، يعني هتعمل موارد دخل ليك، يعني هتعمل مثلا فروع للنادي في حته هنا 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 هنا، كل دي حاجات. طب حاجه تانية، بعد ما تقوي سكوادك وهتبتدي ترجع للمنافسه تاني، يعني هتبدا تاخد بطولات، يعني هتروح بطولات انت عمرك ما شاركت فيها، كاس عالم انديه مثلا، لو حققت دوري الابطال اللي انت بقالك سنين السنين محقق، انتر كونتيننتال، يعني شوف كذا محفل دولي هتروحه بمجرد ان انت بقيت نادي خاص. يعني جبت لعيبه، بعد ترجع للمنافسه، حليت مشاكلك، صورتك الذهنيه اللي كانت موجوده للعيبه اللي هو انت رايح تفاوضها هتخاف تتفاوض معاك في الوقت الحالي، لكن ساعتها لا. يعني دلوقتي الزمالك بقى نادي خاص، في لاعب بارز جدا في القاره، واللاعب ده في خناقه عليه، اهلي زمالك بيراميدز. الاهلي داخل حاطط مبلغ معين ومش هيزود عليه، بيراميدز داخل مش مشكله، حط الرقم اللي انت عايزه. نادي الزمالك دلوقتي يقدر يناطح مع بيراميدز في الحته دي، اللي هو حط الرقم اللي انت عايزه. يعني الاهلي بقى حاطط مثلا 10 جنيه، الزمالك قام داخل ب 15، بيراميدز قام داخل ب 15. هو كده دلوقتي بيراميدز هيعلي، الزمالك ممكن يعلي او يقرب منه يا سيدي، اللي هو ما يبقاش فيه فارق كبير قوي في فرق الصفقه. دلوقتي اللاعب هيفكر الاهلي هو اقل عرض، لا، مع ان انت الاهلي رايح بطولات ورايح انجازات كتير، لكن هتبص على الناحيه الثانيه، بيراميدز فلوس بقى يروح بطولات، بس ناقص حاجه، وهي دي اللي موجوده في الزمالك، الجماهير. هتاخد فلوس، يعني هتبقى في استقرار ان انت كل شهر هتاخد فلوسك، النادي بتاعك هيستفيد بالعرض اللي هو الاعلى قيمه، اللاعب هياخد فلوسه، هياخد بطولات شعبيه. يعني انت حققت الثلاث حاجات، وانت عايز ايه تاني؟ هل في لاعب هيبقى يحلم بحاجه غير دول؟ لا. وانت ماشي في الشارع يجي الناس هتشاور عليك وتتصور معاك، هتاخد فلوس كتير طبعا، زائد ان انت هتلعب بطولات وهتروح بطولات كبيره جدا، فده يدي افضليه للزمالك، صح ولا لا؟ صح. طب يعني الناس دي دلوقتي يعني خلاص ده الحل المنطقي. اقول لك انا بخترع او بنتخيل مع بعض ان ده حصل. شوف دي الايجابيات. طب ايه السلبيات؟ ان انت بتقتل منافسه الدوري. يعني لما يبقى في نادي خاص زي الزمالك ويبقى في بيراميدز، ده غير الشركات التانية وده غير الاهلي طبعا، فانت عندك منافسه الدوري محصوره، هي في العادي محصوره اهلي بيراميدز زمالك، او اهلي زمالك بيراميدز زمالك اهلي بيراميدز، اي حاجه. ساعتها بقى يبقى انت عندك كذا فريق بيناطح مع بعض فوق، الباقي دول اصلا مهما يتشقلبوا يتنططوا هم عارفين مراكزهم محجوزه في الدوري، مش هتعلى عن كده. فهي دي السلبيه بتاعت انت بتموت منافسه الدوري اصلا. فانت كده كده هتتفرج على الدوري، يبقى انت قاعد تتفرج ايه؟ بيراميدز هياخد الدوري، والله الزمالك برضه مأدي، طب الاهلي فايق. طب لكن بقى عندك بقى زي مصري، اسماعيلي، اتحاد، انبي، الناس دي كلها دول كده كده مراكزهم معروفه، وكده كده دول لهم استثماراتهم الخاصه مالناش دعوه بيه. فهي دي النقطه. فهنا نلجأ للقانون، يبقى اللي عايز يجي يستثمر في نادي شعبي يبقى ليه نسبه معينه، 49% بس من شركه الكوره. لو انت عايز تشتري اسهم من شركه الكوره، ده النسبه بتاعتك. النادي هيبقى ليه الكلمه الاولى والاخيره، وهي نسبه 51%. يعني القانون ده بيحمي هويه النادي، هيحمي لك ان اللي هو النادي يحمي في مستثمر اجنبي، بس النادي حقه موجود وحق جماهيره موجود ان هو ليه الكلمه الاخيره. وده برضه هيلجأ لنا حاجه تانية، ان ليه لا ما يبقاش كل الانديه تتحول لشركات كوره، ومن ثم بعد كده يبقى في قانون اللعب المالي النظيف، اللي هو ما يبقاش صرف عمال على بطال. يعني ما يبقاش لاعب قيمته 20 مليون او اقل او اكتر شويه، حاجه بسيطه، ما يتروحش واحد يقوم رايح انا هدفع 50. ساعتها بقى بعد ما يحصل القانون ده هيبقى عندك اوبشن ان انت تحط بقى مصادر دخل حقيقيه ليه، زي ان انت مثلا تطور قطاع الناشئين بتاعك وتبيع لعيبه، تعمل استادات او تعمل فروع تانية من النادي، موارد دخل، زائد ان انت طبعا يعني هيبقى عندك مصادر دخل حقيقيه اهي، وبقى كل الفرق بقى تقدر شبه تنافس، بقى دلوقتي يبقى كله معاه فلوس، بس طبعا هيبقى في حدود، هو قانون اللعب انه فانت عايز اكتر من كده. مش ده حل كويس نرجع بيه الدنيا شويه؟ الخلاصه يعني يا سيدي زي ما بقول لك، ان احنا ممكن نصحى في يوم ما نلاقيش غير الاهلي والزمالك بعد تخصيصه هم دول الدوري، وباقي كله استثمارات. فبس كده يا سيدي، ده كان موضوع خفيف لطيف كده بنتكلم فيه. فما تنساش طالما وصلت لحد هنا لايك وفولو حلوين منك كده عشان يوصلك كل جديد. فبس كده يا سيدي، سلام.